بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أستعين بالله على ألا أظلم أو أظلم. حبيباتي وأحبائي الكرام، أهلا بكم معايا ولحظة انتباه جديدة. الحقيقة احنا صحينا من كام يوم كده على خبر، هو كان خبر مستفز الحقيقة للشعب المصري كله. الشعب اللي بيعاني من الضائقة المالية ومن الفقر ومن الجوع ومن حاجات كتيرة جدا جدا، وده غالبية الشعب مع المصاريف الكتيرة وارتفاع الأسعار الغير مسبوق. فجأة بيتعرض فيلل في العلمين منطقة الساحل الشمالي. الفيلا قيمتها 100 مليون جنيه. هو أنا عايزة أسأل السؤال الأول، القيمة يعني ليه واصلة ل 100 مليون جنيه؟ يعني هي فيها ايه يعني؟ هو الشاليه اللي معمول ده معمول من ذهب يعني بنينه كله من ذهب ولا ايه بالظبط؟ يعني ايه 100 مليون ليه يعني؟ ما هي حيطانه معمولة وفي قطعة أرض امتداد لبقية الساحل الشمالي. ايه الجديد؟ ايه الحاجة اللي مخلياه يوصل سعره 100 مليون؟ طيب مين يا ترى اللي ممكن يشتري الشاليه ده أبو 100 مليون؟ يا ترى الفنانين؟ يا ترى الإعلاميين؟ الإعلاميين يمكن معروفين واحد أو اتنين بالكتير اللي يقدروا يشتروا حاجة زي كده. الفنانين برضو 3-4 اللي ممكن يشتروا حاجة زي كده، لكن غير كده لو قلنا رجال الأعمال برضو 3-4 اللي ممكن 5-6، يعني إجمالي من شعب مصر 10 هيشتروا الفيلل دي. طيب أمال بقية الفيلل اللي اتباعت مين اللي اشتراها؟ واضح إن مش الشعب المصري اللي اشتراها، واضح إن بلاد أخرى وجهات أخرى هي اللي اشترت عشان هي اللي معاها الفلوس، لكن إحنا هنا الشعب المصري معهوش الفلوس. الشعب يعاني من ضائقة مالية فظيعة وضائقة اقتصادية فظيعة، والأسعار في غلو مستمر، وكل حاجة بتغلى ما عدا البني آدم بيرخص من الآخر كده. مش استفزاز ان يصحى كده يلاقي حتة من بلده من أرضه هو ممنوع منها وغيره من أماكن تانية بره بلده بيشتروها؟ يعني البلاد التانية بتشتري في بلدنا وإحنا مش عارفين نشتري في بلدنا؟ وهو أصلا الموضوع مش محتاج المغالاة الفظيعة دي، يعني كان ممكن سعره يبقى زي بقية أسعار الساحل الشمالي القديم، هنزود عنه شوية حتة صغيرة عشان جديد يعني، لكن مش أكتر من كده. لكن 100 مليون، يعني لما يصحى واحد يقول لك الله، هو أنا باخد كام في الشهر عشان ال 100 مليون دي بتتجاب إزاي؟ يا جماعة ده في ناس ماهيتهم 1000 جنيه، ده في ناس 2000 جنيه. طب لو قلنا للطبقة المتوسطة 10000 جنيه، 15000 جنيه، 20000 جنيه، 30000 جنيه، ده هيقعد سنين قد ايه عشان يجمع له ان شاء الله ال 100 مليون؟ ولو معاه ال 100 مليون هيروح يرميهم في شاليه؟ يعني يا جماعه شيء غريب، شيء غريب. بس هو الواضح ان هو خير بلدنا مش لنا، من الاخر كده جمال بلدنا مش لنا، دي المنطقه الجميله الجديده ما بقتش لنا، بقت لمين؟ مع كامل احترامي لاخواتنا في البلاد التانية، بس بقت للبلاد التانية مش لمصر. هو احنا ممكن نروح البلاد التانية نروح نشتري من اراضيهم ونشتري من حاجتهم ومن املاكهم هناك قبل منهم؟ طبعا مش هيحصل ولا عمره بيحصل. طب يعني ليه الاستفزاز ده؟ ليه الاستفزاز ده؟ زي ما بقول في ناس يا جماعه ما بتجمعش وبتشتغل ارزقيه زي ما بنقول او كده، بيجمعوش 2000 جنيه في الشهر وبيشتغلوا في البيوت وغيره 2000 جنيه 3000 جنيه، دول يا دوبك في الزمن ده بياكلوا عيش حاف بس. شوفوا كده احسبوا العيش بكام، لو جابوا معاه كمان حته جبنه ولا بتاع. طيب خلاص احنا مش بنتكلم عن الطبقه دي، الطبقه دي حمد ربها وشكر ربها، الطبقه الاعلى والاعلى برضو حمد ربها وشكر ربها. بس هو الغلا بقى على الناس كلها، اللي معاه واللي معهوش كله بيصرخ. فنصحى نلاقي ان فيلل ب105 مليون جنيه واتباع منهم 80 بسرعه، اتخطفوا خطف كده. طب مصريين خطفوا فنانين وبتاع خدوا 10، الباقي مش احنا. ليه الساحل بتاعنا، ليه العلمين بتاعتنا بتاعت مصر بتاعت المصريين ليه تتاخد لحد تاني، لناس تانية خارج مصر خالص؟ هو اللي معاه هو اللي بياخد، حتى لو كانت البلد بلدنا.
يعني البلد بلدنا واحنا مش طايلين حاجة. وبالتالي يا جماعة الارتفاع اللي حاصل في المكان ده خلى برضو الساحل القديم يرفع اسعاره. يعني لما حد دلوقتي بيبيع وحد عايز يشتري هناك، فبرضو الاسعار اترفعت كتير. ليه؟ لان بيقول لك لا ده احنا جنب العلمين، ده احنا جنب مش عارف ايه، فبرضو رفعوا اسعارهم. طب ليه؟ طب ليه؟ بصراحة لما تفكر في حتة ان خيرك وخير بلدك مش ليك، شيء محزن، شيء مهين، شيء يخلينا يعني نقول كفاية كفاية بجد، عشان الشعب تعب. ويا ريت ما كانش ده تم إعلانه بالطريقة دي، علشان الإحباط اللي أصاب الناس. ومش إنهم عايزين يشتروا، ما بيفكروش خالص في القصة دي طبعا، لكن طبعا الإحباط اللي صابهم إن طب إزاي وليه، ودي بلدنا. احنا على فكرة مش زي بلاد تانية فرطنا في أرضنا، احنا ما فرطناش في أرضنا ولا بنفرط في حاجتنا، بس احنا بنفاجئ باللي احنا بنشوفه ده. فاحنا عايزين الحقيقة تفسير، احنا محتاجين تفسير الكلام ده صح، وعايزين نعرف مين اللي اشترى. طيب يا جماعة أقول إيه بقى؟ أروح وأقول كلمات مأثورة: تعلم مهارة النسيان، ونظف أرشيف عقلك باستمرار، ولا تحتفظ فيه إلا بالجميل من الذكريات. نقول كمان؟ طب نقول كمان: تعلم مهارة النسيان، ونظف أرشيف عقلك باستمرار، ولا تحتفظ فيه إلا بالجميل من الذكريات. تفتكروا يا جماعة المقولة دي أو الكلمات المأثورة دي هي ممكن ننفذها؟ تفتكروا؟ قعدت أفكر مهارة النسيان، أنا ممكن أنسى حاجات بس أنا مش هنسى كله. ممكن أحتفظ بالجميل، بالحاجة الجميلة، لكن أكيد في بعض حاجات وحشة أنا مش هنساها. أكيد قابلت بعض أشخاص سيئين في حياتي أنا مش قادرة أنساهم، ممكن يكونوا ظلموني، ممكن يكونوا أذوني. فبتهيالي المقولة دي يعني صعب تنفيذها جدا، إن أنا يعني يبقى في نسيان، وإن أنا أنظف أرشيف عقلي باستمرار. عن نفسي أنا هحاول، بس يا ترى انتوا كمان هتحاولوا معايا؟ طب اللي يحاول وينجح يقول لي انا حاولت ونجحت. انا عن نفسي لسه فاشله لغايه دلوقتي في الحته دي، بس بحاول والمحاوله ان شاء الله تكون جيده باذن الله. حبايبي، دايما انا سعيده بيكم، ودايما انا سعيده معاكم، وعايزه اتكلم معاكم على طول، بس ما بحبش ان انا اثقل عليكم كتير. فإن شاء الله طبعا لحظة انتباه دي بقت بتاعتكم. لحظة انتباه دي اللي أنا بفكر فيها فيكم. بفكر أنا عايزة أنقل حاجة أنا حساها، حاجة حساها هتفيدكم، أو حاجة هننبسط فيها مع بعض، أو مقولة أو فكرة أو نقد. والحقيقة احنا بنقول نقد بناء، حتى لو كان لبلدنا بنقول نقد بناء، لان احنا انتمائنا لبلدنا انتماء كبير جدا جدا جدا. حبنا لبلدنا لا يضاهيه حب بصراحة. احنا بلدنا حبيبتنا، متمسكين بيها، ومش عايزين نفرط في فتفوتة شبر منها. فاحنا مع بلدنا على طول الخط، دايما مع بعض، ودايما ايد واحدة، ودايما متكاتفين، ودايما انتوا معايا في لحظة انتباه مع دكتور يلدز. أخيرا وليس بآخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.